هو يا ترى ايه الشيء الغريب اللي حصل اول ما سيدنا ادم اكل من الشجرة؟ وليه الملائكة اتفزعت من جسد سيدنا ادم؟ ويا ترى ابليس اساسا من الملائكة؟ تعالوا معايا اقول لكم الحكاية باختصار. خلونا متفقين ان اول حاجة ربنا خلقها هو العرش، وهو اعظم المخلوقات. وبعد كده ربنا خلق القلم، وربنا كلم القلم وامره انه يكتب، فالقلم رد على ربنا سبحانه وتعالى وقال له اكتب ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى امره انه يكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، رزقنا بقى واعمالنا وكل حاجة هتحصل في الكون من اللحظة اللي اتخلق فيها القلم حتى قيام الساعة. كل حاجة مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده يجي خلق السماوات والأرض اللي كانوا متصلين ببعض، شيء واحد مضغوط على بعض كده، كانت رتقا ففتقناهما. وسبحان الله نظرية الانفجار العظيم اللي بتقول إن الكون كان نقطة واحدة وانفجر مذكورة في القرآن الكريم من أكتر من 1400 سنة. وبعد خلق السماوات والأرض ربنا خلق الجن، وخلي بالك إن الجن مخير زي الإنسان بالظبط، ومكلف كمان بعبادة ربنا سبحانه وتعالى. والجن اتخلقوا قبلنا، ومش بس كده دول كمان أفسدوا في الأرض. وبعد كده بقى يجي خلق البشر، وأول البشر هو سيدنا آدم عليه السلام. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. يعني ربنا قبض قبضة من جميع الأرض وخلق منها سيدنا آدم. عشان كده في تنوع في صفات البشر وفي ألوانهم وطباعهم، منهم الطيب ومنهم الخبيث ومنهم السهل ومنهم الصعب والاسود والاحمر والابيض والوان تانية كتير. من صفات سيدنا ادم انه كان طويل جدا، طوله 60 ذراع، وعشان كده الملائكة اتفزعت من جسد سيدنا ادم لانه كان ضخم جدا. وابليس كمان اتفزع من جسده، فمر عليه كده وكان سيدنا ادم لسه ما اتخلقش، بس كان اتكون جسمه، يعني كان مجرد جسم من غير روح، فلقاه اجوف من جوه، يعني فاضي من جوه. فقال للملائكة لا ما تخافوش، ده مخلوق أجوف، يعني مخلوق ضعيف فاضي من جوه. ويقال إن إبليس دخل في جسد سيدنا آدم وخرج منه ولقاه أجوف من جوه. وبعد كده ربنا قال للملائكة وإبليس إنه هينفخ في المخلوق ده لأنه كان لسه جسد من غير روح، وأمرهم إنهم يسجدوا ليه. وطبعا كلنا عارفين إن الملائكة كلهم أطاعوا ربنا سبحانه وتعالى وسجدوا لآدم، ولكن إبليس رفض بسبب تكبره، لأن إبليس من الجن، والجن مخلوق من النار، ولكن الملائكة مخلوقين من نور. وعشان كده رفض يسجد لسيدنا آدم لأنه مخلوق من الطين، وقال أنا أفضل منه لأني مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين. فغضب ربنا سبحانه وتعالى من إبليس جدا وطرده من الجنة. وفي اللحظة دي إبليس طلب من ربنا طلب إن هو ما يعذبهوش دلوقتي ويسيبه لحد يوم القيامة. وربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا آدم كل الأسماء، اسم كل حاجة في الكون، الحيوانات والجمادات والمسميات ربنا علمها لسيدنا آدم، يعني البحر والجبل والأرض والسماء. وبعد ما ربنا نفخ في سيدنا آدم وعلمه الأسماء عرضوا على الملائكة، وعرض عليهم كمان بعض الأشياء وطلب منهم إنهم يقولوا أسماء الأشياء دي، ولكن الملائكة كان ردها إن إحنا ما نعرفش أسماء الحاجات دي. وهنا ربنا كان بيوري الملائكة ليه خلق سيدنا آدم، وبيجاوب عليهم لما سألوه عن خلق سيدنا آدم وقال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وده بيدل إن البشرية ما اتولدتش في جهل، وسيدنا آدم كان ساكن في الجنة وزوجته حواء أول أنثى في البشرية، ربنا خلقها من ضلع سيدنا آدم علشان تكون رفيقته في الجنة، وكانوا سعداء جدا في الجنة، بياكلوا من ثمارها وبيشربوا من أنهارها وعايشين في نعيم الجنة. وده طبعا ما عجبش إبليس الخبيث، فوسوس ليهم إنهم ياكلوا من الشجرة اللي ربنا نهاهم عنها، ولكن أبونا آدم وأمنا حواء كلوا من الشجرة، ودي كانت أول خطيئة من البشر. ولما كلوا من الشجرة حصلت حاجة غريبة جدا، سقطت ملابسهم، ويقال إن اللباس ده كان نور بيسترهم،
فتقلص النور ده، ودي كانت اول مرة تكشف العورات، عشان كده بقوا عمالين يغطوا نفسهم بورق الشجر من الجنة. وناداهم ربنا سبحانه وتعالى: انا مش قلت لكم ما تاكلوش من الشجرة دي وان الشيطان عدوكم؟ فردوا على ربنا سبحانه وتعالى انهم ظلموا نفسهم، ولو ما غفرتش لينا هنكون من الخاسرين. يعني اعترفوا بالذنب اللي عملوه وعرفوا انهم عصوا ربنا سبحانه وتعالى، وطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى السماح والمغفرة. وهنا ربنا عاقبهم انهم يهبطوا للارض ويخرجوا من الجنة، ابونا ادم وامنا حواء وابليس. وطبعا العلماء اختلفوا في مكان نزول ادم وحواء، وخاصة بقى ان المكان مش مذكور في القرآن الكريم، ولكن يقال والله اعلم ان ابونا ادم نزل في الهند وامنا حواء نزلت في جدة، واتقابلوا هما الاثنين على جبل عرفات، وعشان كده اتسمى بالاسم ده. وربنا اراد ان يكون لسيدنا ادم نسل على الارض، ولكن كان حمل امنا حواء مختلف شوية، كانت بتخلف كل مرة ذكر وانثى، ويقال ان هي خلفت 20 توأم، يعني 40 طفل زي ما قلنا كده بالتفصيل في حلقة هو احنا جينا منين. ويقال ان هم كانوا اكتر من 20 توأم، وكان الذكر في البطن الاولى مسموح ليه انه يتجوز الانثى في البطن الثانية، ولكن ما كانش مسموح ان الذكر يتجوز توأمه من نفس البطن، يعني لازم يكون الذكر والانثى من بطن مختلفة. وده كان عادي في وقتها، لحد ما في يوم من الايام حس سيدنا ادم انه خلاص هيموت، فطلب من ابنائه الفواكه، فراحوا علشان يجيبوا الفواكه، ولكن في الطريق قابلهم الملائكة فسألوهم انتوا رايحين فين؟ فردوا انهم رايحين يجيبوا الفواكه لسيدنا ادم، فرجعوهم ان كده خلاص مفيش وقت، ورجعوا معاهم. فلما دخلوا الملائكة على سيدنا ادم عرفتهم امنا حواء، لانها كانت عايشة في الجنة وعارفة الملائكة، وعرفت انهم جايين يقبضوا روح سيدنا ادم، فمسكت في سيدنا ادم وخافت واحتوته، فقال لها سيدنا ادم اتركيني انا وملائكة ربي، وقبضوا روح سيدنا ادم. والملائكة غسلوه وكفنوه وحفروا حفرة ودفنوه فيها. وهنا الملائكة بتعلمنا اصول الدفن وازاي نتعامل مع الموتى. وتوفى سيدنا ادم وجي بعده سيدنا شيس، وتكاثرت البشرية، وعشان كده العلماء بيقولوا ان احنا من ذرية سيدنا شيس، لان سيدنا نوح كان من ذرية سيدنا شيس عليهما السلام. لو عجبتكم القصة اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني على صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، هسيب لكم كل رابط الحسابات في صندوق الوصف.